حصل ولا ما حصلش؟ يعني يقولوا خلاص مفيش كلام. قول لي طب ايه اللي جابك؟ انا اتكلم ولا امشي؟ تخنقنيش انا كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندنا النهاردة اغنيتين بيشتركوا مع بعض في انهم مكتسحين الترند، بس دي الحاجة الوحيدة اللي بيشتركوا فيها مع بعض، غير كده مالهمش علاقة ببعض. اغنية مهرجانات حصل حمادة هلال، واغنية درامية حزينة لتامر عاشور مع حفظ الالقاب للجميع. انهي اغنية فيهم احلى؟ هل ده سؤال يجوز، ولا كل واحدة بقى على حسب وعلى حسب ذوقك، ودي حاجة ودي حاجة والكلام ده؟ يجوز السؤال عادي، مشيها يعني. في الاخر نقول انهي احلى، احنا كده كده بنتبسط، مش عاوزين ناخد الموضوع على اعصابنا. يلا بينا نبدا. ابدا باغنيه حماده هلال، بما اني ما بتكلمش عن المهرجانات غير نادرا. يعني اللي لفت انتباهي لهذه الاغنيه، انا قريت قبل كده عن اضرار الموسيقى، ان في انواع من المزيكا وانواع من الاغاني بيتم اتهامها بانها مضره، زي عندنا المهرجانات بيقولوا دمر المجتمع وبتدشمل الاخلاق وهكذا. ده هنا، لكن بره الموضوع عندهم اشد بكتير، خصوصا مثلا مع حاجه زي الميتال، البلاك ميتال والديد ميتال والحاجات دي. هي موسيقى صاخبه بايقاعات تقيله، خبط ورزع على ابوه، بالصريخ في الغنى، بكلام عدواني وعنيف. وصل ان بقى في كلام عن الشعوذه والسحر، لدرجه ان في دول منعت هذا النوع من المزيكا من كتر ما هو مضر، لانهم زودوها جامد. قريت بقى نظريات كتير بتقول ان النوع ده من المزيكا مفيد، مش النوع الشاذ اللي هو بتاع السحر والكلام ده، لا، المتوسط منه يعني، او الحد الادنى من المقبول. يقول لك ده مفيد. ليه يا عم مفيد؟ بيقول لك الخبط والرزع والكلام اللي في الصريخ ده بيخرج الطاقه اللي جوه الشباب. لو هو عنده كبت بيخرجه، ممكن يرقص مثلا. هنا عندنا في المهرجانات يرقص ويفصل فيتبسط، كانك بتعيشه حاله منفصله عن الواقع، زي الفيلم لما هو بيتفرج عليه ويفصل خالص، وبعد كده يرجع تاني يكمل حياته، فيبقى قادر يعني ياخد بريك او يفصل او كده. لكن في نظريات بتقول لك لا، عندك ده مضر جدا. ليه يا عم مضر؟ قال لك ما هو انت ما تنساش انه اولا علميا يقال انه الخبط والرزع والغنى اللي فيه صريخ ده بيأثر بالسلب على الاعصاب. ثانيا الكلام العدواني ده كتره بيأثر في شخصية المستمع بالسلب، بيخليه عدواني هو كمان. لما تقعد تكلموا عن غدر الصحاب والبت اللي بعتني، وبعدين كمان تثير فيه الغرور، وانا الجامد وانا المطرشم وانا الفاجر، فيبدأ مع مرور الوقت وتكرار سماع الاغاني شخصيته تشرب هذا الاسلوب او هذا السلوك غصب عنه، خصوصا لو سنه صغير وفي وقت بيبني فيه شخصيته هيتاثر طبعا. بما ان النظريات مختلفه، فده خلانا نستنتج اجابه السؤال، النوع ده من المزيكا يعني مضر ولا لا في الاخر. فاستنتجت بقى ايه؟ ان هو تاثيره عليا غير تاثيره عليك، غير تاثيره عليها غير تاثيره عليه، وهكذا. يعني كل واحد النوع ده من الموسيقى هياثر عليه بشكل مختلف على حسب. انت مثلا تسمعها كتير ده غلط. الشيء مثلا اللي بيكتر عن حده اكيد بيبقى مضر. ممكن انت تسمع اولا نوعيات اغاني معينه ما يبقاش مبالغ فيها، تسمعها بوجهه نظر معينه، انت عايز تفصل، عايز تتبسط، مش ان انت تعيش القصه بشكل مريب. فبالتالي يعني المسؤوليه هنا مشتركه ما بين المستمع، انه لازم يخلي باله هو بيسمع ايه ويعمل ده بوعي، ويخلي باله من ولاده، ده مهم جدا لانهم ما عندهمش هذا الوعي. وفي نفس الوقت برضه مسؤوليه الصانع ان هو وهو بيصنع هذا النوع من المزيكا يخلي باله ما يأفورش، ما تهربش منه، ويعمل لنا حاجه لطيفه زي اغنيه حماده هلال. انا عايز اوصل كل ده لاغنيه حصل. واحد يقول لي يا ده انت كبرت الموضوع قوي. هقول له مش موضوع كبرت، انا يعني استغلتها فرصه عشان اتكلم في موضوع انا شايفه مهم. يعني لانه خد بالك، مسؤوليه المتلقي والصانع دي مش بس في المزيكا، في اي حاجه. في الاكل مثلا، ما انت في عندك اكل كتير، في منه مضر في منه مفيد، فالمسؤوليه هنا برضه متبادله. انت تخلي بالك واللي بيقدم لك الاكل يخلي باله. قصدي يعني الامثله كتير، انا بتكلم على الموضوع بشكل عام بعيدا عن الاغنيه يعني. فالاغنيه دي يعني عايز اقول انها مثال على استخدام نوع من الاغاني عليه لغط، بس بشكل ما فيهوش غلط. شوف الجمله، يعني الاغنيه ما فيهاش مشكله، لا على مستوى الموسيقى ولا على مستوى الغنى، طريقه الغنى بسيطه، ولا على مستوى الكلام. بالعكس، الكلام فيه فكره حلوه، ان في لغه حوار ما بين اشخاص مكانتهم الوظيفيه مختلفه. فكره ان المدير بيقول للراجل اللي بيشتغل معاه دخلتك حياتي، فهمتك، خدتك على الهادي، كان عندي اكتفاء بذاتي وعشانك غيرت ده، ليه بتقل باصلك ولا عشان الحظر اصلك؟ وبيبداوا بقى ينقلوا لبعض بالتسلسل. فالمدير، بعد كده الراجل اللي بعده، بعد كده السواق، بعد كده بنوصل للجنايني او الراجل اللي بيسقي الزرع، وبعد كده بنرجع تاني الراجل اللي بيسقي الزرع بيقوم قايل للسواق، والسواق بيقوم قايل للراجل اللي بعده، والراجل اللي بعده بيقوم قايل للمدير، حاجه زي كده يعني. فيعني الكليب تقريبا بيوصل لك بما انه الكلام رايح جاي، فعايز يقول لك يعني ان كلهم عندهم كلام يقولوه. حتى التدرج ده مش موجود بس على مستوى الوظائف ولغه الحوار دي، لا، ساعات بشوفها برضو على مستوى السن، يعني جد وبعد كده الاب وبعد كده الابن وبعد كده الحفيد وهكذا. فيبقى في لغه حوار رايحه جايه، صراع الاجيال ده بيسموه. الحاجات دي بقى بتتم بشكل لطيف، وفي نفس الوقت الكليب فيه فكره. دي برضو نقطه تانية. يعني الاغنيه دي برضو مثال على فايدة الكليب، ان احنا عايشين بقالنا فترة برضو طويلة الاغنية حلوة فبتتصور وخلاص، هو ده دور الكليب. هنا لا، فكرة الكليب بيضيف ويوضح المعنى اكتر، بيكملوا بعض. حتى للمحافظين والمتحفظين
ان ما يحبش مثلا النوع ده من الاغاني يبقى فيه واحده بترقص او بنات كتير بترقص، فالكليب ده ما فيهوش هو حماده هلال فقط. هو طبعا كاريزما جدا. دايما لحن المهرجانات او الراب لو فيهم لحن يعني بيكون مش جمل لحنيه طويله وكتير، لا هي بتبقى جمل قصيره وقليله، وبيبقى الاساس هو التقسيمه بتاعت الجمل دي بتتقال ازاي عشان الموضوع يبقى ايقاعي بيرقص. فانت عندك هنا بتاع جملتين ولا حاجه نهاوند اللحن كله قايم عليهم. دخلتك حياتي فاهم، دخلتك على الهادي تتريره تترا، ادي جمله اهي. كده لما نخش في التقسيمه اللي بعدها بنستخدم نفس الجمله اهو. مش كنت مميزك حصل، حتى بعد كده بيجي السينيو حصل دي بنكمل بيها حصل 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 ولا ما حصلش، وبيفضل البونه مكمل لحد ما بنوصل للحته الاخيره والمزيكا بتسخن. حتى في الكليب بتلاقي الاربعه طلعوا مع بعض ده، هي دي بقى تراريتا عشان الحظ رقصنا تعمل كده قص ولزق بقى. فيعني انا شايفها اغنيه حلوه تستحق الاشاده والوقوف عندها. ممكن اكون افورت شويه في الكلام بس انتوا بتشجعوني اتكلم كتير فيلا نخش بقى على الاغنيه الثانيه، تامر عاشور وداع. هو السؤال هنا هل هي جزء تاني من هيجيلي موجوع؟ لان هو واضح في حد جاي له موجوع وهو بيرد عليه رد قاسي جدا. هشغلها عشان افتكرها. خلاص مفيش كلام ما علينا، قول لي طب ايه اللي جابك. بصوا ورا بعض يعني يقولوا خلاص مفيش كلام، قول لي طب ايه اللي جابك انا اتكلم ولا امشي؟ تخنقنيش انا كمان. او في جمله برضو حسيت ان انا مش عجباني قوي بتاعت جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات، وعايز يقول يعني ان انت صفحه انا رميتها. فانا اللي اعرفه انت بترمي في سله المهملات مش في الذكريات. يعني الذكريات دي مش زباله ترمي فيها، بالعكس الذكريات ده شيء جميل. ففكره ان انا رميتك في الذكريات مش عارف، ممكن اكون انا بافور. طبعا ما حدش يزعل لو يفتكر ان انا بتريق على الاغنيه او كده، هي اغنيه حلوه بس هو ده نوع من انواع عرض المحتوى ان هو يبقى فيه شويه استظراف يعني. بص بيزعق اصله مش خدام جنابه. في ناس بتأفور دايما في التحليل واللي هو يربط الزعيق بالمعنى، فانه كانه بيزعق. لا بيقول انا مش خدام جنابك. انا قلت لكم قبل كده ماليش في الجو ده ان انا اخش في التفاصيل قوي كده واربط الزعيق بالمعنى، لانه ساعات بيظبط وساعات بيقلش. فخلاص بحس ان ده كلام محتوى اكتر ما هو واقع. حاجه كمان قبل ما اقول ولكن، لان في ولكن حلوه جايه. حسيت ستايلها الموسيقي فكرني بالمزيكا التركي، واكتر او من اكتر الحاجات اللي بتميز المزيكا التركي آلة البوزو. آلة وترية يعني شكلها قريب من العود بس هي آلة شعبية تركية اللي دي. وطبعا المزيكا التركية معروفة بالدراما، هم شداد قوي في الحتة الحزينة مع لحن بياتي مقام شرقي. قلبي تندم على اللي فات، فالشجن الشرقي اللي نحسه جدا. ولكن اكتر حاجة لفتت نظري هل ده جزء تاني من اغنية هيجيلي موجوع. كانت بتقول ايه هيجيلي موجوع من اسمها، انه هيجي موجوع وهديله اسبوع هيجي بعديها ندمان. معقول لما يجي بعد اذاه ما وجعوش. فتحس لايق بقى جدا على الاغنيه الجديده. وداع وداع هو فاق وجاله، فعمال بقى يديله في كلام قاسي زي ما قلنا. كنت عارفك يوم هترجع وهتدوق العذاب. لايقه جدا تبقى جزء تاني. فانا بقول ليه ما نعملش افكار بقى زي كده ونعلن بشكل رسمي ان دي الجزء التاني من هيجيلي موجوع، وتبقى الدعايه قايمه على كده ان هيجيلي موجوع مثلا نزلت كسرت الدنيا، فنقول يا جماعه الاغنيه الجايه هي الجزء الثاني من هيجيلي موجوع. هنشوفه لما جه موجوع ايه اللي حصل. حلو نتحمس ونستنى ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. فتبقى دعايه قويه جدا للاغنيه الجديده واستثمار نجاح للاغنيه الاولانيه، وفي نفس الوقت انا كمستمع اربط الاثنين ببعض فممكن استمتع اكتر كانها قصه. او نعمل الجزء الثاني من هيجيلي موجوع ما جاش شفت المفاجاه نهار دراما. الناس بتحب الحاجات اللي مش متوقعه دي. انهي اغنيه اقوى؟ الاثنين لطاف، لكن انا حاسس ان افكار اغنيه حماده هلال عجبتني اكتر. دي رأيي، قولوا لي رأيكم. خلينا دايما فاكرين ان الاختلاف في الود لا يفسد للرأي قضية، بالعكس طبعا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واعمل لايك وقول لي رأيك في الكومنتات وشير، وشكرا.